اهلا بيكم صبايا بعد الاربعين. النهارده انا جاي اكلمكم عن حاجه مهمه جدا جدا في حياتنا، وهي السعاده. كلنا طبعا بنتمنى نكون سعداء. ايه السعاده دي وازاي بنشعر بيها؟ بنشعر بالسعاده لما مخنا بيفرز هرمونات السعاده. طب ايه هي هرمونات السعاده؟ عندنا اهم 4 هرمونات للسعاده، هي الاندورفين والدوبامين والسيروتونين والاكسيتوسين. طب الهرمونات دي بتعمل ايه؟ طب بتفرز امتى؟ ايه اللي احنا ممكن نعمله في حياتنا يخلي مخنا يفرز هرمونات السعادة، وبالتالي نشعر بالسعادة والبهجة والطمأنينة والانبساط؟ ناخدهم كده هرمون هرمون. نبتدي بالدوبامين. الدوبامين ده اسمه هرمون المكافأة والإنجاز. أهم حاجة عندنا طبعا بالنسبة لنا هي الأكل. احنا لما بناكل أكلة حلوة كده وننبسط مثلا زي الشوكولاتة، الهرمون اللي بيتفرز ايه؟ هو الدوبامين. ده طبعا على سبيل المثال. كمان اللي بيخلي مخنا يفرز الدوبامين لما نعمل عمل حلو كده وننجزه ونخلصه على أكمل وجه. يعني مثلا لما تنضفي الشقة كده عندك وتوضبيها وتبقى كده فلة شمعة منورة، وتقعدي كده وأنجزتي العمل بأحسن وجه وانبسطتي كده من اللي انت عملتيه، هنا بيتفرز هرمون السعادة اللي هو الدوبامين. طب وإيه كمان بيتفرز هرمون الدوبامين؟ لما بقى بعد ما تخلصي شقتك كده وانبسطتي وحسيتي ان انت عملتيها على اجمل وجه، وجم بقى جوزك وولادك او قرايبك او اخواتك وقالوا لك الله ايه الجمال ده، الشقه بقت جميله قوي ونضيفه قوي، هنا بتشعري بالمكافاه. فبرضه بيتفرز لما الانسان حد بيكافئه بكلمه حلوه، بيديله مكافاه حلوه، هنا برضه بيتفرز هرمون الدوبامين. يعني لما بنعمل العمل ونخلصه وحاسين ان احنا عملنا اللي علينا، هنا الدوبامين بيتفرز. لما حد بقى بيقدرنا وبيكافئنا ان شاء الله بكلمة حلوة، هنا برضو الدوبامين بيتفرز. ولما كده ناكل أكلة حلوة كده ونتبسط، زي مثلا بيتزا حلوة، زي ساندويتش كده جميل، زي مثلا باكو شوكولاتة، هنا برضو الدوبامين بيتفرز. يعني الدوبامين ده هو هرمون العمل والإنجاز والمكافأة. نيجي بقى للهرمون التاني، هرمون الاندورفين. الاندورفين هو شبيه المورفين. يعني ايه الكلام ده؟ يعني الاندورفين هو مسكن إلهي طبيعي جدا للألم. يفرز امتى؟ اكيد يعني هيفرز لما نلعب رياضة. شوف بقى الرياضة مفيدة ازاي. الرياضة دي بتسبب لنا سعادة، ان احنا لما بنلعب رياضة هرمون السعادة اللي هو الاندورفين برضه بيتفرز عندنا. وايه كمان لما نضحك، نقعد كده في قعده حلوه ونضحك، برضو هرمون الاندورفين برضو بيتفرز. طبعا الحلقه دي انا هقول لكم على امثله، وبعد كده ان شاء الله هعمل حلقه مخصصه لكل هرمون عشان اتكلم عليه باستفاضه. الهرمون الثالث هو هرمون الاكسيتوسين. الهرمون هو هرمون الحب والمحبه، من هو هرمون حضن العيله. يعني مثلا لما الام بتحضن ولادها الهرمون بيتفرز. يعني مثلا لما برضو الأخت أو الأخ أو الأب بيطبطب على ولاده ويحضنهم كده ويحتويهم، الهرمون ده بيتفرز إمتى كمان؟ تخيلي إن إحنا لما بنلعب مع الأطفال الهرمون ده بيتفرز. مش كده وبس، مش الأطفال وبس، لو رحتي كده مثلا عندك قطة أو أي حيوان عصفورة ولعبتي معاهم، برضو الهرمون ده بيتفرز. ولو دخلتي سعادة على الناس الهرمون ده بيتفرز. وايه كمان وانت عارفه برضو قعده الجروبات كده والشله كده لما بنقعد مع بعض ونبدا العلاقات الاجتماعيه السويه، الهرمون ده بيتفرز. ايوه، ده بيتفرز لما نقعد مع بعض ونفضفض كده مع بعض. لما تقعدي كده مع صاحبتك او اختك او صديقتك وتفضفضي كده وبتحسي براحه نفسيه وسعاده. عارفه السعاده دي جايه من ايه؟ لان هرمونات السعاده وهرمون الاكسيتوسين اتفرز كده. احنا بنقعد مع بعض ونخرج مع بعض، ولو لقينا قطة أو أي حيوان عطفنا عليه ولعبنا معاه، بنحس بسعادة كتيرة جدا نتيجة إفراز هذا الهرمون. نيجي بقى للهرمون الرابع، وهو هرمون السيروتونين. السيروتونين هو هرمون المزاج وهرمون النوم، انه بيزيد لما بننام. انت عارفة ان احنا لما ننام نوم عميق كده ونوم كويس، هرمون السيروتونين بيزيد ويفرز. ولما تتأملي في الطبيعة في الشجر وتنزلي كده أي جنينة وتتمشي فيها، كل هرمون السيروتونين. يعني هو هرمون الاتصال بالواقع. وانت عارفة برضو لما تخرجي كده في جنينة الصبح وتشربي كده كوباية شاي في الطبيعة، أو كده وقبل المغرب كده لما تتمشي في الشمس كده قبل المغرب،
هيجيلك فايدتين. اولا فيتامين د هيزيد، وكمان هرمون السيروتونين هيزيد، لان هرمون السيروتونين بيفرز اكتر لما بنتعرض للشمس. وعارفه ايه كمان برضو بيزود الهرمون؟ لما تعيش الواقع بتاعك، يعني لما ما تقعديش بقى تندمي على اللي فات ولا بقى تفكري في اللي جاي، يعني تعيشي اليوم بتاعك وتكوني راضيه عن اليوم بتاعك. هنا برضو بيفرز هرمون السيروتونين. ريت كلنا نحاول ان احنا نزود هرمونات السعاده في حياتنا، ونساعد مخنا ان هو يفرز هرمونات السعاده. يا ريت نحاول ننشر المعلومة لكل صبايا بعد ال40 علشان الكل يستفيد ويعمل الحاجات اللي تساعد مخنا انه يفرز هرمونات السعادة. اتمنى ان الكل يستفيد بالمعلومة، وما تنسوش لايك وسبسكرايب وشير، واشوفكم ان شاء الله الحلقة الجاية.